كل عام بيمر علينا جديد، لازم نشوف أشكال جديدة وكمان أفكار جديدة، بس خسران كتير اللي مش هيجرب بسكوت العيد بشكل جديد. أتمنى الوصفة تبقى خفيفة على قلوبكم وتدعموها بلايك وتنورونا بالاشتراك عشان لسه في وصفات كتير. يلا بينا نقول عملنا وصفتنا العسل ديت ازاي، وما تخافوش اقتصادية جدا. معانا كوبايتين ونص دقيق، وأي دقيق انت تحبيه حتى لو دقيق الغلة، وكمان معانا 3 معالق زبدة متماسكة هتقطعيهم قطع علشان انت هتفركوهم على الدقيق كأنك بتعملي كحك. وبعد ما تتأكدوا يا أمارات إن الزبدة خلاص اختفت في وسط الدقيق وهما الاتنين تجانسوا مع بعض، هنبتدي نكمل بقية مكوناتنا، واقتصادية جدا على فكرة ومش هتكلفكم كتير، وكمان هتبهركم وتبهر عائلك وبالهنا والشفا على قلوبكم. هنحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنديلها تقليبة خفيفة وصغيرة جدا عشان مش عايزينه يفش معانا. وكمان معانا كوباية زبادي طبيعي، بس تكون كوباية ملانة، واخفقي حاجة بسيطة كده بالمعلقة قبل ما تحطيه على الخليط بتاعك. ندخل يا أمارات على مرحلة التحلية. لازم الوصفة بتاعتنا تبقى مسكرة، فبناء عليه هنحط 5 معالق سكر، واللي بيحب الحلويات يزود السكر شوية. وكمان هنحط صفار بيضة واحدة، واوعي ترمي البياض عشان لسه هنحتاجه في وصفتنا. وكمان هنحط 3 اكياس فانيليا و4 معالق كاكاو خام، واخر حاجة هنحطها 3 معالق لبن حليب. وكده تبقى وصفتنا كملت، وشايفين ما فيهاش اي مشكلة بالنسبة لكم، اقتصادية جدا وعلى قد ايديكم. هنقلب يا أمهرات كل المكونات عشان تتجانس مع بعض، هنقلبها بالمعلقة، وبعد كده هنبتدي نتعامل بإيدينا مع العجينة بتاعتنا، هنستغنى عن المعلقة ونبتدي نمارس بقى دور الستات في قلب المطبخ. هتعمليها معاملة الكحك، هتنيكي تفركي العجينة لغاية لما تلاقيها بتتلم في ايديكي، مش هتعجنيها بايديكي وتكبسيها كأننا بنعمل عيش، لا هتنيكي تفركيها كأنك بتعملي كحك لغاية لما تلاقيها بتتلم معاكي وتوصل للسمك اللي حضراتكم شايفينه. بالله عليكم لو وصلتوا لغاية هنا انا محتاجة دعم للقناة، فما تطلعوش من الوصفة من غير لايك، ولسه في وصفات كتير. اتمنى تنورونا بالاشتراك، وان شاء الله نتعاون سوا ونعمل شغل جميل جدا يبهر كل اللي حوالينا. مهم جدا في عجينتنا يا جماعة ان احنا نغطيها عشان ترتاح 10 دقايق. مهمة في خطوة كل حلويات انك تسيبيها ترتاح. وبعد كده هنجيب كمية وفيرة من المكسرات، وليكن ربع كيلو اي نوع مكسرات عندك، وهتحطي 3 معالق لبن مكثف او شوكولاتة، وطريقة لبن المكثف هحطهولك في اخر الفيديو. وما تخافوش اقتصادي جدا، وهتعمليه ببيتك وتحطيه في علبة، وكمان تحطيه في التلاجة عشان لو استخدمتيه بعد كده. وممكن تستغني يا أمرايا عن اللبن ده زي ما قلتلك، وتحطي شوكولاتة وتسيحيها وعليها معلقتين زيت أو زبدة وتحطيها على المكسرات. وبعد كده هناخد العجينة بتاعتنا ونبتدي بقى عشان نشكلها بالقطاعة. ولو انت عندك ميزان وعايزة توزني كل قطعة